اسمع يا صاحبي. لا صورة. بدون صورة. يقول يا الربع دام الليل قرب ينتصف والجو زين، عندي سؤال في عجل وابغى جواب مختصر، هو خاطر الشيبان سايح ولا ما هم رايقين؟ كان البساطة الأحمدي مفروش ردولي خبر، أجل كذا يا ربعنا مدام، أجل كذا يا ربعنا مدامكم مستانسين، المعذرة عفوا ترى شيء على بالي خطر، عندي وصية ما هي لبعض الشباب المنتهين، للشايب اللي يكمل 60 وقليبه خضر، وصية وخص فيها اخواننا المتقاعدين اللي من المغرب ينام ويقعد من اول فجر، يا العود انا بوصيك كانك في وصاتي تستعين، ركز معايا باذنك وقلبك وركز بالنظر، انا مسدس جيمت بجرابها والحظ شين، لا تيأس ان قالوا شبابك فاتوا الشايب كبر. ادري لي جيت العجيز قمت تفتخ باليدين، طخك سماوي ما انت لا زارع ولا جاني ثمر. ويا العود ركز في وصاتي واسمع الهرج السمين، ايش رايك بشيء يردك للشباب ولا يضر، شيء جديد بعصرنا ما مر عصر الاولين، العلم ما هو في لبن خلفات وصحين التمر، شيء رخيص بقيمته لا شك مفعوله ثمين، ما هو بلحية دلة صفرة على ضوء الجمر، في أقرأ حطه يسارك والسنافي عن يمين، ترجع ورا 20 عام ولا بعد تطمر طمر، تلقاه بأقرب صيدلية لا سرينا فاتحين، روح واطلبه جعلي فداك بساعة وادفع له مهر، وليمسة الدنيا عليكم والعيال نايمين، حط الفشق في مخزن البندق تحيزم وانتظر، خذ بس حبة لا تكثر كثرها ما هو بزين، ارني وبالك لا تزودها ترى موت حمر. وروح وتسلقى نص ساعة لين مفعوله يبي، المعنوية ترتفع عندك ويشتد الظهر، وقل للعجيزة ابشري العيون عينك حاضرين، ابشرت يم العيال البندق الملوي عمر.